السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الابتسامة دي عشان التصوير بس، لا أكتر ولا أقل، لكن يعلم ربنا نفسية الواحد متدمرة ازاي الفترة اللي احنا عايشين فيها دي كلنا. أنا عارف متأكد إن كل الناس، وبشوف فيديوهات كتير ومتابع السوشيال ميديا بشكل كبير، وشايف إن الناس قد إيه متأثرة جدا بسبب الأوضاع اللي حاصلة الفترة اللي احنا فيها دي. آم، آم، النهاردة في فيديوهين لاتنين من المشاهير الكبار، طبعا محمد صلاح ومحمد رمضان. مش مشاهير عاديين أو مشاهير السوشيال ميديا. ده تقريبا من أشهر لاعيبة العالم، والتاني من أشهر ممثلين العالم، أو على الأقل المجتمع العربي بتاعنا. آه، ناس كتير طبعا علقت على الفيديوهات دي، ولكن آه، يعني خلونا نسمع كده محمد رمضان قال إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربنا يصبر أهالي الشهداء وبيرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله. كم الرسائل اللي بتجيلي إن نازل حاجة وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟ وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة، وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. اجلس ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ ما نقول كلام عاقل. طيب ده كان كلام محمد رمضان، خلونا بقى نسمع محمد صلاح قال إيه كده. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. طبعا سمعنا محمد صلاح وسمعنا محمد رمضان. انا هنا رايي هو رايي الشخصي، ماليش دعوه بحد يعني. انا واحد من الناس كنت بحب جدا محمد صلاح طبعا. خلوق محترم، شاطر جدا في شغله، بيقدم حاجه كويسه رياضه، وبما ان انا راجل رياضي قديم يعني فبحبه. ولكن انا اتقفلت منه بصراحه، يا ريته ما اتكلم. اتقفلت منه. تحس انه مش بيتكلم من قلبه، تحس انه آه، يعني لا، مش احنا المصريين مش كده. احنا المصريين مش كده. احنا المصريين، انا شفت النهارده فيديوهات، يعني شفت واحد رايح الجيش النهارده، رايح الخدمة بتاعته، وقال انا عاوز اشوف، طبعا قال الفاظ، يعني انا عاوز اشوف حد بس مقابلني من الطرف التاني، العدو يعني. اتكلم بقلبه. احنا المصريين بنتكلم بقلبنا، ما بنتكلمش كلام نقعد نرتب بالورقة والقلم. ما نحبش الكلام اللي هو بالورقة والقلم ده، والكلام اللي هو معمول للشو والكلام ده. محمد رمضان الجميل في كلامه، رغم ان انا طول عمري كنت مختلف معاه، ومحمد رمضان كنت شايفه مثل سيء في المجتمع، وللاسف يعني خلى آم، يعني خلى شباب كتير بتقلده في الحاجات السيئة، حتى ما قلدتوش في الحاجة الكويسة ان هو نجح في حياته وكده. ولكن كان مثل سيء في المجتمع. ولكن في هنا بالذات، في المقطع بتاعه بالذات اللي اتكلم فيه النهارده ده، انا حبيت محمد رمضان. حسيته ابن بلد، بيتكلم من قلبه، بيتكلم بجد، ولو اتحط في الموقف فعلا هيروح وهيواجه.
لكن محمد صلاح ما اعتقدش، الله اعلم. طبعا مش هدخل في النوايا، ولكن انتوا كمان آه لكم رؤية ولكم حرية يعني حرية التقييم هنا بين رأي محمد صلاح أو مداخلة محمد صلاح ومداخلة محمد رمضان. من وجهة نظري أنا الشخصية، يا ريت محمد صلاح ما كانش يتكلم، يا ريته ما كانش يتكلم. محمد رمضان شابوه، يترفع له القبعة بصراحة، راجل ابن بلد، زي ما مصر مليانة رجالة وولاد بلد. آه، في النهاية هقول اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار، أكيد. في النهاية أقول إحنا بنتكلم من ورا التليفونات وبننظر، أكيد. اللي تحت الضرب والقصف الله يكون في عونهم، وربنا ينصرهم، وربنا ينصرهم، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا. آه نتمنى من الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، اللهم آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.